منتجاتنا هي ملهاش علاقة ببعض، ولكن هي منتجات بتحل مشاكل كتيرة. يعني انت لو معزلة او عندك شركة شحن، عندك محل او فمحتاجة دايما تستعملي السولوتيب في الشحن والتغليف والتعبئة والحاجات دي كلها. طبعا محتاجة السولوتيب العريض. مشكلة السولوتيب العريض ان دايما بداية البكرة بتوه مننا ونقعد ندور عليها. المكنة دي هتحل لنا المشكلة دي، فهنشوفها مع بعض. هي شكلها محمل وتقيل وجميل يعني، فهنشوف ان شاء الله تطلع تظبط. يعني المفروض ان الجزء اللي هو الستيكي ده اوكي هيبقى من بره. يعني انا كده هدخلها كده، هحشرها هنا اوكي تمام، وهعمل الجزء المعدن ده هرده كده لقدام، هطلعه لقدام اوكي، وهعمل كده خلاص. المهم ان الجزء الستيكي ده يبقى هنا، ولما اجي اسلتب اروح ضغطه كده يروح قاطع. هنا ده البكره اللي بتلف، وهنا بتوسع او بتضيق. هنشوف دلوقتي مع الكرتونه واحنا بنسلتبها. وتاني منتج هو أداة تقطيع البطاطس صوابع. خلاص، فهي كلها 3 قطع، والجزء اللي هنا ده معدن بتقطع لنا البطاطسايه بشكل منتظم، الصوابع كلها قد بعضها. هندخل دي كده ماشي، والمفروض ان انا هدخل البطاطسايه هنا اوكي، وادوس عليها تطلع لي المنتج البطاطس بقى ايه صوابع. خلاص، هناخد البطاطسايه الصغيره دي وهناخد بطاطسايه تانية كبيره. خلينا نجرب في الصغيره ونشوف. قطعت لنا البطاطسايه بمنتهى السرعه والاحترافيه. احنا دلوقتي هنجرب بقى تقطيع البصله. تمام، زي ما ظبطت كده في البطاطس هنشوف هتظبط في البصله ولا لا. طب هقول لكم على حاجه، نجرب نقسمها نصين ونشوف. يعني نحاول نعمل لها قاعده من تحت كده ونساعدها. ظبطت، بس هي ليها تكنيك معين لازم نراعيه واحنا بنقطع. ان احنا بنثبت البطاطسايه او البصلايه، وبنبتدي رايح جاي كده لغايه ما هي تظبط معانا، ونديها تكه لتحت هتشتغل معانا تمام. كمكنه او اداه ممتازه بصراحه، انا حبيتها. تالت منتج هو القصافه اللي بمكبر. يعني هي جديده شويتين. التصميم بتاعها لطيف قوي اهو. ان احنا يعني المكبر بتاعها منفصل عنها، وهي قصافه عاديه جدا بكفر بلاستيك اوكي. والكفر على فكره ممكن يتشال اهو ويتركب تاني. خلاص، والمفروض ان انا لما بقلبها كده وبشتغل وبحط المكبر بقى عباره عن ايه؟ هو مكبر بيتحرك، بيروح ويجي بدراع، ومن هنا في الجزء ده ماجنتيك تمام. بنحطه كده وبنبتدي بقى ايه نشتغل. يعني انا المفروض وانا بشتغل كده اهو بيكبر لي الجزء ده اللي انا عايزه اقصه، او عايزه اشيل شوكه، عايزه اشيل عارف ساعات بتبقى فيه السلك المواعين الصغير قوي قوي قوي، ساعات بتلاقيه دخل في ايدينا واحنا مش عارفين نلقطه لانه رفيع جدا. فدي اكيد هتحل لنا المشكله دي. جربنا القصافة اللي بمكبر وظبطت معانا، وقصيت ضوافري بشكل لطيف. المهم بس ان احنا لو جبناه في النص كده ومفيش حاجة تحجز المكبر، فهتلاقيه بيروح ويجي تمام، المكبر بيرقص يعني. لكن لو انا جيته للاخر وفي حاجز هنا مش هيحركه، فهتلاقيه ثابت يعني وبيشتغل بشكل لطيف قوي تمام. المكبر كمان ممكن نستعمله لوحده. يعني عايزه اشوف حاجه في يعني لتنظيف الحواجب ولا لاي حاجه زي كده. منتجاتنا النهارده بعد التجربه، ده انتاج المنتجات بعد ما جربناها. نبتدي بدي عشان احنا جربناها في الاول. التيب ديسبنسر اللي سلتب لنا الكرتونه، واللي هيفيدنا حاجات كتيره جدا زي العزال والشحن والمحلات والكراتين الكتيره قوي اللي هتقدر تعرف لنا
بدايه الشريط بتاع اللاصق من اوله من اخره. كمان المكنه او اداه تقطيع البطاطس والبصل اللي عرفنا نعمل لها التكنيك بتاعها في الشغل ازاي علشان نقدر نحصل على النتائج دي. فجربناها وكانت شكلها يعني كانت لطيفه ومنجزه بشكل حلو قوي. الاداه كمان بتاعت اللي هي القصافه بالمكبر اللي ظبطت لنا ضوافرنا، وقدرنا نشوف الضافر وهو احنا يعني بنقصفوه بشكل لطيف وشكل واضح، ولكن ناخد بالنا ان احنا نجيب المكبر للاخر خالص اللي الحاجز علشان ما يتحركش يمين وشمال.